مازن غنايم رئيس بلدية سخنين. يعني ما حصل الليلة أبو محمد الساعة 1:15 حوالي بالليل كان أمر مؤسف، إنه أن تصل يد الإجرام والاعتداء على المؤسسة الأولى في سخنين، بلدية سخنين. يعني ما هذا عمل خسيس. كل أهل البلد يعني مهما كان خلاف، مهما كان أي إنسان قد يعارضك في رأي معين أو زعلان بده إشي معين، ما بصل لأنه يعتدي على المؤسسة الأولى في سخنين اللي هي بيت أهل البلد. طلع يا أخي أمين، يعني اللي بيميز هاي المؤسسة عن باقي المؤسسات إنه هاي المؤسسة هي ملك كل أهل سخنين بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو الحزبي أو العائلي. لأنه في نهاية المطاف إحنا رايحين وهاي المؤسسة وأهل سخنين باقيين، وهاي المؤسسة راح تظل البيت لكل مواطن. بس إنه يجي أي مواطن اللي أنا سميتن خفافيش الليل الساعة 1:30 يلغي القانون لأيديه ويعتدي على الملك العام، طبيعي هاي الجريمة الأكبر. أنا قلت إذا من برية سخنين ممكن تكون يعني مثل تقول جريمة واحدة أو مصيبة واحدة، بس إذا من سخنين هاي مليون مصيبة ومليون جريمة، لأنه لا يعقل إنه ابن سخنين يعتدي على المال العام في داخل سخنين. تعال نقول إنه في له أي مواطن له حق ضد الرئيس، ضد النائب، ضد العضو، ضد أي موظف، في قانون، في ناس اللي لهم مكانتهم الاجتماعية في قانون، فبتقدر اليوم أنت تحكم إلا القانون. أما تيجي أنت الساعة 1:30 ندل على شيء بدل على النذلنة، هاي بس النذل اللي بيسوي إشي من الزي. أما اليوم إذا إلك حق طبيعي تعال اظهر حقك قدام الناس، اظهر حقك في المحاكم، في شرطة، كل هاي الأمور طبيعي. أخي أمين، كل واحد مننا اليوم حزين جدا، لأنه اللي ما بيحافظ على الملك العام لا يمكن يحافظ على الملك الخاص، لا يمكن يكون عنده انتماء لا لقوميته ولا لهويته ولا لنفسه ولا لبيته ولا لبلده. نعم، يعني أنا باعتقادي أنه لازم يكون في تحرك أيضا من اللجنة الشعبية ووضع قضية العنف وقضية الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة عن المواطنين على الطاولة وبحث الأمر. وكما يبدو أنه لازم نرجع للمربع الأول اللي كنا فيه قبل كم سنة، قضية يعني المطالبة الشرطة فعلا أن تضع حد للأمر، وأيضا ضبط السلاح في المنطقة. طلع احنا من ناحية السلاح غير مرخص دائما طلبنا وقلنا انه شبابنا نفسهم يسألوا انفسهم مين اللي سهل لهم هاي، يعني بهاي البساطة انه ياخذوا هذا السلاح، ويسألوا حالهم ليش وضد مين بدك تستعمله، ضد اخوك، ضد ابن بلدك، ضد ابن مجتمعك. السؤال الثاني، صدقني الشغله مش شغله لا لجنه شعبيه ولا هي طبيعي ولا واحد مننا بتنتل عن المسؤوليه، بس بنفس الوقت المشكله هي مشكله البيت. اخي امين، مشكله الاب والام والاخ والاخت في داخل البيت، لانه كل واحد بيعرف شو عنده في داخل بيته، بيعرف اذا هو ربى تربيه صالحه، وبيعرف اذا عنده انسان عنيف، واذا بيعرف اذا ابنه تاجر سلاح ولا تاجر مخدرات ولا انسان عنيف ولا انسان مفيد للمجتمع. التربيه اخي امين بتبلش من البيت. طبيعي الشرطه عائله دور كبير، بكره طبيعي احنا اللجنه القطريه في عندنا اجتماع مع مفتش العام لشرطه اسرائيل في تل ابيب. سمعنا رئيس الحكومه شو قال في تل ابيب، وكانه هذول الشباب اجوا يقولوا له انه انت اللي بتحكيه مزبوط، هنا احنا بدنا نلعب لايديك. فمؤلم مؤلم جدا. بس انا بدي اقول لهذول الشباب وطاوط الليل، خفافيش الليل، طبيعي مش رايحين نسكت. في عندنا كاميرات في مبنى البلديه، وبدي اطلب من اهلنا من اخوتنا انه كل واحد بيعرف اي شيء المفروض يبلغ بلديه سخنين، يبلغ الشرطه، لانه الاعتداء هو اعتداء على كل بيت، على كل مواطن، لانه زي ما انا قلت البلديه هي ملك الصغير والكبير في هاي البلد. شكرا لك وسلامتكم أبو محمد. شكرا لك.